قبل أن يأتي يوم القيامة وقبل أن يأتي يوم موته. ورحم الله من قال: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا. تذكر كده، افتكر وتخيل إنك يوم القيامة واقف في أرض المحشر عريان. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأعشاء حيرانا. مش عارف تفكر، مش عارف هتقول ايه ربنا سبحانه وتعالى. يوم تشهد عليهم ده رجلك هتشهد ولسانك هيشهد وجلدك هيشهد، كل حاجة هتشهد، كل حاجة هتشهد بما فعلت. عينك هتشهد بما نظرت إليه من حرام أو حلال، ورجلك هتشهد بما مشيت إليه وخطوت إليه من حلال أو حرام، وإيدك دهي هتشهد باللي خدته من حلال أو حرام. كل حاجة هتشهد، حتى لسانك هيشهد باللي تكلم به، إذا كان في نميمة ولا إذا كان في ذكر الله سبحانه وتعالى. فيقول: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأعشاء حيرانا. والنار تلهب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غضبانا. نادى الجليل، الله سبحانه وتعالى ينادي: نادى الجليل خذوه يا ملائكة دمين. يوم يأتي الكتاب إما أن تأخذه بيمينك، اللهم اجعلنا منهم، وإما أن يأخذه بشماله ومن وراء ظهره. اقرأ كتابك يا عبدي، اقرأ كتابك. يوم أن تأخذ كتابك اقرأ كتابك يا عبدي، هل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ كل حاجة متسجلة، كل فعل ستفعله أنت أو تفعله وتتحدث به مسجل في الكتب، رقيب وعتيد. حتى يوم القيامة يقول الكافر: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول: فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل. الله سبحانه وتعالى ينادي ويقول: نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد قد عصاني إلى النار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهب والموحدون في دار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.